في يوم الرئيس مبارك بيقرا الجرايد الصبح، لقى خبر غريب منشور في جورنال الأهرام بعنوان سرقة ونش المترو من ميدان التحرير. مبارك مسك التليفون واتصل بوزير الداخلية وسأله ايه موضوع الونش اللي اتسرق ده؟ ازاي يعني ونش بالحجم ده يتسرق ومن ميدان التحرير كمان؟ الموضوع بقى ترند زي ما بنقول دلوقتي، والناس عمالة تسأل والشرطة بتدور ليل نهار، لكن الونش فص ملح وداب وما ظهرش ليه أي أثر ولا حتى مسمار. باختصار كده فص ملح وداب. شوية وحصل الزلزال واحتاجنا معدات من بره عشان تشيل أنقاض المباني اللي وقعت، وبدأت دول كتير تساعد، ومن ضمن المساعدات اللي وصلت معدات تقيلة لرفع الأنقاض بعتتها شركة شحن عالمية. المسؤول عن استلام الشحنة في ميناء الإسكندرية كان مهندس شاب، وبالصدفة كان شغال في إنشاءات المترو وقت سرقة الونش. المهندس استلم ورق الشحنة وكان مكتوب فيه إن الشركة اللي بعت المعدات أول مرة تشتغل مع ميناء الإسكندرية، يعني أول مرة تبعت شحنة على الميناء. لكن اسم الشركة ما كانش غريب على المهندس وحس إنه سمعه قبل كده. الشك مسكه فقرر يرجع للورق القديم، وهنا اكتشف المفاجأة لما لقى الشركة اللي بعت المعدات هي نفسها الشركة اللي شحنت الونش المسروق لمصر. الله، ازاي طيب والورق بيقول ان ده اول تعامل بين الشركة والمينا؟ المهندس حب يتأكد فاتصل بشركة الشحن الأجنبية، فردوا قالوا ايوه دي اول مرة نتعامل مع اي مينا في مصر، مش ميناء الإسكندرية بس. ولما اتأكد ان في حاجة غلط اتصل بالشركة اللي صنعت الونش المسروق، واللي سمعه جاب له صدمة. مسؤول الشركة قال له احنا ما بعناش ونش اصلا لمصر، كان في مفاوضات بس الصفقة ما حصلتش. واكتشف المهندس اغرب قضية فساد في تاريخ مصر. اللي حصل ان الونش المسروق اشتروه على الورق وشحنوه على الورق ووصل مينا الإسكندرية على الورق، وكمان اتحمل على عربية نقل مخصوص على الورق ووصل موقع المترو على الورق، وفضل مدة يشتغل في الموقع على الورق، وتعين له سواق محترف ومدرب على الورق. بس كده؟ لا، الونش كان بيتعمل له صيانة وبيشتروا له قطع غيار برضه على الورق. الرئيس مبارك ما نسيش القصة، ولما وصلوا تقرير من الأجهزة الأمنية اكتشف ان مفيش ونش اصلا لا دخل المينا ولا اتسرق. الموضوع كله كان سرقة في الدفاتر، واللي عمل كده مجموعة موظفين من الجمارك والمينا، والرجالة دول عملوا ورق بشراء الونش وخدوا حوالي 2 مليون جنيه عشان يشتروه، وبعد فترة وزعوا الفلوس على بعض ومشي الموضوع تمام. لحد ما في مرة مهندس صغير كان شغال في المترو طلب الونش فلقاه مش موجود، وعشان رئيسه في العمل كان في اجازة خاف وجري يبلغ الشرطة ان في عهدة حكومية مفقودة، ووقتها الجماعة اياهم بلغوا ان الونش اتسرق، وكانوا واثقين ان كل ورقهم مظبوط ومختوم من الجهات المختصة، وجابوا شهود كتير قالوا انهم شافوا الونش وهو بيحفر وشغال، واتقفل الموضوع واتأيد ضد مجهول لحد ما ربنا كشفهم زي ما حكينا.